شو للا اطلع بالتليفون يا أمير يا عدو نفسك. رح خليك تعيش معي الذكريات يا أمير. طب أنا ما معي ورد. برشز. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي. فيديو اليوم رح يكون فيديو كتير مميز لأنه رح نستعيد فيه الذكريات. رح أرجع فيه 7 سنين لورا لما كنت أنا عروس. فرح أفرجيكم اليوم ميك اب العرس تبعي. خليني أشلح الهبل هذا أول. فإذا كنتوا حابين تعرفوا كيف كان شكلي يوم عرسي خليكم عم بتتابعوني. إذا عم بتلاحظوا إنه ما في رموش، ما في كونتور، ما في حتى كحل جوا عيوني، أنا هيك كنت يوم عرسي. إذا كنتوا حابين تعرفوا كيف تعملوا هذا الميك اب وتشوفوا شكلي يوم عرسي خليكم عم بتتابعوني. بس قبل كالعادة بحب أذكركم إذا لسه ما اشتركتوا بقناتي إنه تكبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم مسج أول ما بينزل الفيديو. يلا مع بعض نشوف الفيديو. بس قبل ما نبدأ بحب أحكي لكم شغلة، إنه الناس أذواق. في ناس بالنسبة إلها هذا الميك اب كتير عادي وممكن تطلع فيه على الجامعة عادي جدا، وفي ناس ممكن تعتبره لسه أوفر. أنا كانت فكرتي إنه أنا بحب على حالي الميك اب الخفيف، وكل ما كان الميك اب أخف كل ما أنا كنت مرتاحة أكتر. علشان هيك بحب أحكي لكم إن شاء الله يا رب كلكم أشوفكم عرايس، بس بهذا اليوم بالذات اعمل الإشي اللي انتي حبيبتيه لحتى لما ترجعي تشوفي صورك يوم عرسك تكوني حابة شكلك. فاللي فيكم بتحب تحط سموكي تحط، اللي فيكم بتحب تحط أخضر وأصفر وأحمر هي حرة، اللي بتحب ما تحطش بالمرة ما تحطيش، انتي حرة. هذا اليوم إلك. طيب يلا نبدأ مع بعض. راح أول إشي أرطب بشرتي باستخدام هذا المرطب من كلينيك. كمان ضروري نرطب شفافنا. ونيجي هلأ للفاونديشن. راح أستخدم هذا الفاونديشن من ميك اب فوريفر اللي هو ال HD. بوقتها من 7 سنين ما كان الالترا HD طالع فاستخدمت ال HD. كل هذا الحكي راح استخدم هذا اللوز باودر من لورا مرسييه، طبعا كمية كتير قليلة يا دوب. شايفين؟ بحب أقولكم شغلة، كل ما كترتوا طبقات كل ما ساعدتوا إنه الفاونديشن يتحرك ويخرب بسرعة. أما كل ما كانت الطبقات قليلة وخفيفة على الوش بتضاين لفترة كتير طويلة، وأنا متأكدة في كتير منكم كان يعرف إنه العكس هو الصح. بالنسبة للحواجب راح أستخدم هذا الباليت من أنستازيا، وراح أخذ هذه الدرجة اللي هي ميديوم براون. ومسكات الحواجب راح تكون من كاركتر والرقم 7، بس راح أحطه على بداية الحاجب.
وبس هذا هو كان الاي شادو. هلا بالنسبة للايلاينر كان بس خط يدوبك رفيع ومن فوق بس، فهذا اللي رح نعمله هلا. اوكي، ولحتى اخلص العيون انا بس حطيت ماسكارا يوم ميرسي، فراح استخدم هذه الماسكارا من لانكوم اللي هي جرانديوز. انا عارفة رح تقولوا معقول، بس انا يوم ميرسي ما حطيت رموش، ف رح اعمل نفس الشي. طبعا بوقتها انا كنت كتير مهتمة برموشي للأمانة، فكانوا اطول من هيك واحسن من هيك، فما حطيت بالمرة رموش، بس انه انا مش راح اكون مرتاحة وانا مركبة رموش. اوكي، الليب لاينر راح يكون من اسنس اللي هو ساتين مو. الهايلايت حيكون من بيكا شامبين بوب. طبعا أنا كنت مركزة على الهايلايت عشان تشوفوا إنه شغلة الستروبينج كانت من زمان طالعة مش جديد. أكيد طبعا لازم نثبت الميك اب، راح أستخدم هذا المثبت من Urban Decay، أحسسكم إني يعني استخدمت إشي. وبس هيك كان هذا الميك اب تبعي يوم عرسي. أنا للأسف ما عندي ولا صورة وأنا محجبة يوم عرسي، ولكن راح أحاول إني أدور لكم على صورة هيك أقصقص منها لحتى تشوفوا كيف كان الوش. وبس هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو عن الميك اب تبعي يوم عرسي. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وكومنتس وتحكوا لي نوع الميك اب اللي انتم حابين تحطوه إن شاء الله يا رب لما كلكم أشوفكم أحلى عرايس. يعني اللي بتحب السموكي، اللي بتحب الخفيف، اللي بتحب الاحتفالات والجليتر، اكتبوا لي تحت بالكومنتس. وأخيرا ما تنسوا تكبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم مسج أول ما بينزل الفيديو. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.